أكيد حصلت معانا كلنا. تدخل على موقع شكله مبهر تفاعلي وسريع جدا، بس لما تيجي تدور عليه في جوجل كأنه مش موجود. دي مش صدفة على فكرة. في التحليل ده هنكتشف مع بعض السر ورا المعضلة دي، الصراع الخفي اللي بيحصل بين التصميمات الحديثة ومتطلبات محركات البحث. وهو ده السؤال المهم. إزاي ممكن موقع يكون رائع وممتع جداً لأي حد بيستخدمه، بس في نفس الوقت يكون شبه خفي لمحركات البحث زي جوجل؟ الإجابة كلها في طريقة بناء المواقع دي نفسها. طيب يلا بينا نفكك المعضلة دي حتة حتة. الحكاية كلها عاملة زي شد الحبل بين حاجتين عكس بعض تماما، الحاجة اللي بتخلي الموقع ممتع لينا والحاجة اللي بتخليه مفهوم وواضح لجوجل. السبب في كل ده تقنية اسمها Client Side Rendering أو CSR. بص، عشان نبسطها، تخيل معايا إنك طلبت بيتزا ديليفري، بس بدل ما المطعم يبعت لك بيتزا جاهزة، لا، ده بعت لك صندوق فيه العجينة لوحدها والصلصة والجبنة وكل حاجة متقطعة، وقال لك اتفضل جمعها أنت بمعرفتك. ده بالظبط اللي بيحصل. المتصفح بتاعك بيستقبل المكونات دي ويبدأ هو اللي يطبخ ويرص الصفحة قدام عينك. طبعا النتيجة بتبقى تجربة تفاعلية وحلوة قوي، بس في مشكلة وليها تمن غالي. وهنا بقى الصراع بيظهر بجد. من ناحية إحنا كمستخدمين عايزين حركات وتجربة زي التطبيقات بالظبط، ومن ناحية تانية جوجل أو بمعنى أصح الروبوتات بتاعته عايزة حاجة بسيطة جدا، عايزة ورقة متسطرة واضحة تقدر تقراها في أقل من ثانية، كأن واحد بيتكلم صيني والتاني إيطالي، مفيش أي تفاهم. طب والنتيجة إيه في الآخر؟ النتيجة إن الواحد بيلاقي نفسه بيبص على دايرة تحميل بتلف وتلف والمحتوى بيظهر متأخر. لو ده بيضايقنا إحنا، تخيل بقى الروبوت بتاع جوجل ده بالنسبة له كابوس. ممكن جدا يزهق ويقول لأ أنا ماشي قبل ما الصفحة تحمل أصلا، وساعتها الموقع ده ترتيبه بيقع في سابع أرض. هنا بقى جوجل قالت لأ كفاية كده، وقررت تتدخل. عملت حاجة اسمها Core Web Vitals. دي ببساطة زي شهادة جودة، مسطرة بتقيس بيها تجربة المستخدم في أي موقع. والأخطر إن الدرجات دي مش مجرد أرقام، لأ، دي بتترجم مباشرة لفلوس في جيب البيزنس. السؤال الطبيعي هو إيه هي المسطرة دي؟ جوجل بتقيس إيه بالظبط؟ هما بيركزوا على 3 حاجات أساسية، 3 أسئلة بتقيس إحساس أي حد وهو بيستخدم الموقع. أول حاجة LCP، وده بيسأل هل أهم حتة في الصفحة ظهرت بسرعة، يعني حسيت إن الموقع فتح بجد. تاني حاجة INP، وده عن الاستجابة، لما تدوس على زرار الموقع بيرد عليك في ساعتها ولا بيطنش. والتالتة ودي بقى أكتر حاجة بتعصبنا كلنا، CLS. عارف لما تيجي تدوس على حاجة وفجأة تلاقي إعلان طلع في وشك ودوست عليه بالغلط؟ أهو ده بالظبط اللي المقياس ده بيحاربه. باختصار، جوجل بتقيس قد إيه الموقع ده مريح أو مزعج. طيب، هل الكلام ده كله نظري ولا ليه تأثير حقيقي وملموس؟ عشان نعرف الإجابة لازم نبص على الأرقام. في دراسة مهمة جدا عملتها شركة نيل باتيل ديجيتال على أكتر من 2900 موقع تجارة إلكترونية، يعني دخلوا جوه المحلات دي وشافوا إيه اللي بيحصل بجد. نمسك أول مقياس ال LCP أو Largest Contentful Paint. ده بيقيس إيه؟ بيقيس ببساطة الوقت اللي بياخده أكبر جزء في الصفحة، سواء صورة أو كلام، عشان يظهر. يعني اللحظة اللي الواحد بيحس فيها إن الصفحة دي فتحت خلاص، مش لسه شاشة بيضة فاضية. طب لما المواقع دي اهتمت بالLCP وحسنته، النتيجة كانت صادمة. متوسط الوقت اللي الناس بتقضيه على الموقع زاد بنسبة كام؟ 16.7%. ده رقم ضخم جدا، معناه إن الناس بقت مهتمة أكتر، بتتفرج أكتر، واحتمال تشتري أكتر. كل ده عشان الصفحة فتحت أسرع شوية. نيجي بقى للمقياس التاني اللي بيعصبنا كلنا، ال CLS أو Cumulative Layout Shift. ده اللي بيقيس الثبات البصري. كلنا عارفين الإحساس ده. تيجي تدوس على إضافة للسلة وفجأة كل حاجة في الصفحة تتشقلب ويظهر مكانها بانر إعلانات فتدوس عليه بالغلط. أهو ال CLS ده هو اللي بيعاقب المواقع اللي بتعمل الحركة المستفزة دي. ولما المواقع دي ظبطت نفسها وحلت المشاكل دي، النتيجة كانت مبهرة. نسبة الناس اللي بتحط حاجات في عربية التسوق وبعدين تزهق وتمشي قلت بنسبة 24.2%. ده رقم ممكن يغير مصير أي بيزنس أونلاين. معناها إن التجربة الكويسة بتخلي الناس تكمل وتدفع. وهنا بقى الخلاصة كلها. الدراسة دي بتقول جملة صريحة: المتاجر اللي نجحت في اختبارات الكور ويب فايتلز دي، معدل التحويل بتاعها، يعني نسبة الناس اللي اشترت فعلا، زاد في المتوسط بنسبة 20.4%. يعني من الآخر كده، الأداء مش رفاهية،
الأداء بيساوي فلوس. تمام، يبقى كده فهمنا المشكلة وعرفنا إن تكلفتها غالية جدا. السؤال دلوقتي، إيه الحل؟ هنا بقى بيجي دور البطل بتاع قصتنا، تكنولوجيا اسمها Next.js. دي معمولة مخصوص عشان تحل الصراع ده من جذوره. Next.js بيعمل إيه بقى؟ فاكرين مثال البيتزا؟ بدل ما يبعت لك المكونات وتتعب انت، لا، هو عنده حلين أذكى بكتير. الحل الأول ال SSR، هو إنه بيطبخ لك البيتزا في المطبخ عنده ويبعتها لك جاهز على الأكل على طول. الحل التاني وده بقى الأسرع، ال SSG، هو إنه بيطبخ البيتزا دي من الصبح ويحطها في علبة سخنة، وأول ما تطلبها تطلع لك في ثانية. في الحالتين المتصفح وجوجل بيستلموا صفحة جاهزة، وجبة كاملة مش مكونات محتاجة طبخ. فببساطة قوة Next.js الحقيقية إنه بيعرف يراضي الطرفين، بيدينا إحنا كمستخدمين التجربة التفاعلية السريعة اللي بنحبها، وفي نفس الوقت بيدي روبوتات جوجل الورقة الواضحة السريعة اللي بتعرف تقراها، بيحل الصراع اللي بدأنا بيه كلامنا. طيب، كلام ده حلو قوي نظرياً، بس هل ليه دليل عملي؟ هل الأرقام بتقول نفس الكلام؟ عشان نتأكد هنبص على الأدلة من دراسة علمية عملت مقارنة مباشرة وش لوش. الدليل ده جاي من بحث منشور في مجلة علمية اسمها IERCS. الباحثين عملوا التجربة الأوضح على الإطلاق، جابوا تطبيقين نسخة طبق الأصل من بعض، واحد مبني بالطريقة التقليدية اللي بتعمل مشاكل، والتاني مبني بNext.js، ودخلوهم اختبار سرعة وأداء عشان يشوفوا مين هيكسب. والنتيجة كانت حاسمة. الرسم البياني ده بيوضح كل حاجة. دي درجات ال SEO اللي جوجل نفسها بتديها. التطبيق العادي بالعافية بيوصل ل 85، أما تطبيق Next.js بيوصل لدرجة شبه كاملة من 95 ل 100. الفرق واضح زي الشمس. ولو بصينا على التفاصيل، الأرقام بتأكد نفس النتيجة. سرعة الاستجابة الأولية أسرع ب 200 ملي ثانية. أول جزء من المحتوى بيظهر إمتى؟ أسرع ب 400 ملي ثانية. الأرقام دي ممكن تبان صغيرة، لكنها بتفرق جداً في إحساس السرعة. والأهم، جوجل بقى بيقدر يفرز الصفحات دي أسرع وبشكل كامل. كل دي نقط قوة في سباق الظهور في أول صفحة. والموضوع على فكرة أكبر من مجرد سرعة. محركات البحث دلوقتي بقت أذكى بكتير، ما بقتش بتقرأ كلام وخلاص، دي بتحاول تفهم المعنى، وبتهتم جدا إن الموقع يكون سهل الاستخدام للكل. التقنيات الجديدة زي Next.js معمولة من الأساس وهي حاطة المستقبل ده في دماغها. وده بيوصلنا للسؤال الأهم اللي بيلخص كل حاجة قلناها. في عالم أونلاين المنافسة فيه بتزيد كل ثانية، هل الاهتمام بالأداء وتجربة المستخدم لسه مجرد ميزة حلوة، ولا خلاص بقى ضرورة حتمية، مسألة حياة أو موت لأي موقع عايز ينجح؟